السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله. المفروض ان انا جايبه القماش ده عشان اعمل بيه ملاية اليونيكورن اللي انتوا عارفينها. بس في شويه خطوات كده قبل ما اشتغل في الفيديو بتاع الملاية. هقول لكم عليها، حابه ان انا اعرفكم بيها يعني. دلوقتي انا عاوزه اعمل طقم ملاية اطفال، تمام، او طقم السريرين اطفال. هحتاج ايه؟ هبدأ الاول كده طقم اطفال فلات بدون اي كرانيش ولا اي حاجه، فلات. تمام، فلات ده السرير سواء اطفال او كبير، فلات يعني طقم بدون كرانيش، بدون شغل، بدون اي تزيين فيه. تمام، فده طقم الاطفال. الكراني اللي هو الفلات عايز مننا 6 متر قماش. خلاص، عشان نعمل 2 مخدة، 2 خدادية، 2 ملاية. 6 متر دول 2 ملاية، 2 مخدة، 2 خدادية. خلاص، ده كده المقاس الثابت للقماش لطقم سرير اطفال، من غير اي حاجة. تمام. طيب، ايه الحاجة التانية اللي هنعملها بعد ما هنجيب القماش؟ بعد ما نحدد عدد القماش، في دلوقتي لما هنروح نشتري القماش، قماش الملاية عرضه من 230 ل240. ايه ده؟ هو في قماش 230؟ القماش اللي هو 3 دي اللي زي ده، اللي بيبقى عليه رسومات 3 دي، او اللي هي الطبعات اللي زي كده، ممكن يبقى فيه قماش العرض بتاعه 230، 235، 38، انما مش هيبقى 240. وفي لحد 240. ايه؟ طب ايه هو القماش اللي بيبقى فيه 240؟ القماش الساده اللي زي ده، او القماش المشجر عامه، المصري او مستورد، بس القماش ما يكونش 3 دي. خلاص، فده بيكون القماش عرضه 240 غالبا يعني. خلاص كده. دلوقتي الامتار اللي انا جايباها دي تعمل لي طقمين اطفال من اول سرير 100، اللي هو 100 سنتي، اللي هو المتر يعني، اهو 100 سنتي اللي هو السرير المتر، لحد 120. خلاص كده، يعني انا بالمقاسات دي، بالامتار ال6 متر دول، اعمل ملايه وملايتين، مخدتين وخداديتين بنفس المقاسات دي. تمام، من 100 سنتي لحد 120 سنتي. تمام. طيب، في عندنا بقى قاعده كده ثابته صغيره، ان انا عندي زياده 80 سنتي على اي ملايه انا بعملها، اطفال، كبيره، اي طقم ملايه انا بعمله عندي زياده ثابته 80 سنتي. تمام، يعني انا لو عندي السرير هعمله متر، السرير عرضه متر، فانا هزود 80. السرير 120 هزود 80. طب السرير 160 هزود 80. السرير مترين هزود 80. طب الزياده دي بتاعت ايه؟ بتاعت التاني اللي بنتنيه ورا السرير، والحرف اللي بيبقى نازل قدام المرتبه، تمام، او قدام السرير. خلاص، يبقى في زياده ثابته كام؟ 80 سنتي على اي ملايه هنشتغل عليها. خلاص كده. عندي تاني حاجه المخده. المخده انا بحسب مقاساتها ازاي؟ المخده عندي على حسب مقاس السرير. المخده اهي على حسب مقاس السرير. على فكره انا بكتب عشان زي ما بدي في الكورس عندي. تمام، عشان اللي حابب يصور عشان يتابع الكلام اللي احنا قلناه ده ويراجع عليه، مفيش اي مشاكل، من غير ما كل شويه يضطر ان هو يقعد يشغل في الفيديو. تمام. طيب، المخده عندي هنا بتتحدد على حسب مقاس السرير. يعني انا دلوقتي شغاله على سرير 120، هتبقى المخده 120. تمام، في 90، وال90 ده ثابت على اي مخده. خلاص، اهو هعمل عليها خط احمر. تمام، يبقى انا كده المخده بتتحدد على حسب مقاس السرير. حلو كده، حلو كده. تاني حاجه، مقاس المخده انا شغاله على سرير 120، طب الثابت بتاعي 90 سنتي، اللي هو المحيط او المقاس الدوران بتاع المخده. تمام، يبقى انا كده سرير 120 في 90. تاني حاجه او تالت حاجه الخداديه. الخداديه ليها مقاسات ثابته. تمام، ايه هي المقاسات الخداديه الثابته؟ 50 في 70، 50 سنتي في 70 سنتي، ده ثابت. تمام. عندي بقى هنا كده نقطة، زيادة الخياطة تتراوح
من 2 سنتي لحد 5 سنتي. دي اقصى حاجة لاي طقم ملاية هنشتغل عليه، سواء ملاية كبيرة، ملاية اطفال، مخدة، خدادية. عندي الزيادة من 2 سنتي ل5 سنتي خياطة، مفيش زيادة اكتر من كده. اكتر من كده هيبقى الحاجة مبهوقة جدا ومش هتبقى حلوة. تمام. عندي بقى هنا انا هشتغل على طقم اليونيكورن مثلا الاسود ده. انا بشوف القماش السادة والمشجر بيبقى ايه الاكتر فيهم. انا عندي الملاية المشجر اكتر، يبقى انا هجيب 5 متر مشجر. 5 متر مشجر ده برضو مقاس ثابت. انا دلوقتي عايزه المشجر اكتر، هيبقى في الخداديه وهيبقى في الملايه، في قرصه الملايه نفسها، وهعمل منه كرانيش كمان. فانا هجيب 5 متر مشجر. تمام. و3 متر ساده. الاسعار طبعا بتتحدد على حسب نوع القماش اللي احنا هنجيبه، مصري او تركي. تمام. طبعا المصري بيبقى ارخص، التركي سعره كويس، في قماش اسباني، في قماش طبعا مصري بس العمرية اللي هو القطن. كل واحد زي ما هو حابب يشتغل. خلاص. عندي هنا في حاجة بقى، الكرانيش اللي بتبقى في وش السرير ليها مقاس ثابت. تمام. اللي هو من 30 سنتي ل 40 سنتي، ده مقاس الكورنيش. تمام. 30 سنتي ل 40 سنتي مقاس كورنيش السرير من قدام. تمام. هو طبعا مفيش كرانيش من ورا، كورنيش السرير. خلاص. العرض بتاع الكورنيش من 30 سنتي ل 40 سنتي. 30 سنتي طب ده امتى؟ لما هبقى يعني لما اكون هزود فيه قماشه تانية. يعني انا دلوقتي اللي انا هشتغل عليه عايزه ال 30 سنتي هيكونوا ساده، و10 سنتي هيبقوا مشجر، فهيبقى المقاس بتاعها ايه؟ 40 سنتي. طب انا عايزه كورنيش ساده بس، هشتغل على ال 40 سنتي. طب انا عايزه الكورنيش مشجر بس، هشتغل على ال 40 سنتي. تمام. انما هشتغل في الكورنيش ساده ومشجر يبقى هيبقى 30 سنتي، وال10 التانيين هيبقى اللي هو الساده. خلاص كده. تمام كده. عندي هنا بقى الخداديه. الخداديه الكرانيش بتاعتها، اي خداديه احنا هنعملها بتحتاج كام متر؟ بتحتاج قماش قد ايه؟ تمام. الخداديه تساوي او بتحتاج يعني 2 شريط بعرض القماش اللي هو المترين و40 او المترين و30 اللي احنا شغالين بيه. تمام. هتحتاج 2 شريط بعرض القماش. خلاص. مقاس الشريط الواحد، مقاس الشريط من 8 سنتي لحد 10 سنتي، ده اقصى حاجة للعرض بتاع الكورنيش بتاع الخدادية. تمام. يبقى احنا كده خدادية بتحتاج شريطين، يعني انا هعمل خداديتين يعني هحتاج 4 شرايط. مقاس العرض بتاع الشريط هيبقى من 8 ل 10 سنتي، مش هينفع اقل عن ال8 ومش هينفع ازيد عن ال10. تمام. بالخياطات بتاعتهم بدون اي حاجة. يعني انا ال8 دي لما هشتغل واتني الحروف بتاعتها وابدا اظبطها على الخدادية، ممكن مثلا تبقى 7 6 ونص. تمام. فالطول بتاعها كويس، وال10 سنتي برضو هتوصل لل8 سنتي، هيبقى برضو عرض الكورنيش مش وحش. خلاص كده. الفيديو الشرح اللي احنا قلناه دلوقتي ده كده عشان نعرف ازاي ناخد مقاسات اي طقم سرير احنا عايزينه. تمام. طقم سرير الاطفال زي ما قلت لكم. اللي حابب يعرف الكبير برضو هياخد 5 متر قماش. تمام. ممكن من 4.5 ل5 متر على حسب مقاس السرير اللي احنا شغالين عليه. تمام. بس ثابت 4.5. لما نيجي عند طقم السرير الكبير هقول لكم كل التفاصيل بتاعته برضو ان شاء الله. اللي حابب يصور الشرح يصوره. تمام. عشان يعيد عليه تاني مذاكرة. ده اللي حابب ياخد كورس، يعني انا عندي في الكورس بعمل كده. ده كده الفيديو كان بتاع النهارده. الفيديو الجاي ان شاء الله هنعمل فيه طقم اليونيكورن اللي انتوا شايفينه ده، هنقص ونخيط ونعمل كل حاجه مع بعض باذن الله. يا رب الفيديو يكون عاجبكم. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه ولايك للفيديو وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد ان شاء الله. وما تنسوش تتابعوا صفحاتي على مواقع التواصل الاجتماعي باسم رنا ستايل للتفصيل والخياطه، نفس اللوجو بتاع القناه. يا رب الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.